بصوا بقى، الوصفة دي ما حدش عملها قبل كده، اول واحدة تعملها في الوطن العربي كله هو انا. ايوه انا. فول كبشتين من الكركديه وهنزل عليهم بالميه المغليه، هغطيه تماما. بعد ما يهدى هصفيه وادخله الفريزر يتفرزر. هجيب الخلاط بتاعنا، الكريمه اللي استعملتها ان انا كريمه مخصصه للحلويات زيها زي الكريم شانتيه، استعملت نص كوبايه منها. خرجت الكركديه المتفرزر، شايفين فيه قطع من التلج. وهنزل بنص كوبايه من السكر. ممكن انتوا تستعملوا كريم شانتيه بدل الكريمه. الكريمه انا استخدمتها نوع غني جدا، فمجرد حبه منها بتعمل لي كميه رهيبه. بعد الضرب 10 دقايق ده شكل القوام بتاعنا. جبنا قوالب بقى الايس كريم وبدات ان انا امليها بالشكل ده، وبالسباتيولا كده بدات ان انا اسوي السطحه واظبطها. ودخلتها التلاجة ليلة كاملة، وباقي الخليط ضفته في قوالب من قوالب التلاجة ودخلته كمان. وعايزة رأيكم آخر الفيديو وتقولوا لي الوصفة دي تدوها كام من 10. تعالوا اقول لكم رأيي في الوصفة دي ومعاكم بصراحة. بس شكله جميل. بصوا شكله عامل ازاي. لا روعة. ايس كريم كركديه. فعلا. وايس كريم وزي الفل. تحفة. مفيش حد عمله قبل كده، انا وبس.